الاستقامة بلا اعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاد للعلال والترحيم وجاني الباسط والجميل والاستوان بالعسى يميل نفعني الباقي الذي قد قدت كل يديله وقد حببت إلى وجهه إلي أوصل الخيرا والنصلا إلى جنان الخلد يا من أنزلا لوجهك الكريم لغفر سللا وعني يمه وسعسح حللا لقد مقدمات جنات العلا قبل دخول ومراد للحلال اجعل كتابتي بسر الفقراء والمعلي المنقول مهما انقلا وهب لخطي ما يفوق عسلا حلاوة ومب خطي كسلا جل كتابتي بيمن قبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا هب كتابتي لوجهك الكريم سرا نسيما يمنه ليس يريم هب للقرى منك وابلي نصلا ومنك هب لي الكتاب المنزلا وآتيناهم وأجاني الباقي بما تقرروا عيني به وتاب للمقر آيات ربي كالكلي تسر وبالك كليتي يسر إلى سوى نحوي ينهو در وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نعم البر وانقاد لي إلى الجنان البر ينقاد لي في كل شيء نصر وليس ينحني ابتلاء أو عصر نعم الذي الخلق له والأمر لازمني وفيه تاب الأمر على من له الحلا والقهر لي وللمقعد القفا والجهر هدية الباقي بها تقر عيني وتاب بالرضا ممقر هدية الباقي بها تقر عيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وغالني بالبشر والتكريم له تلاوتي مع الهيال بلا تقرر ولا اختيار يقود للأجور في الليالي وفي نهاره بلا اغتيال قاد إلي البركات والسلب يمنى المباح للجنان فانسلب واجعلي في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ذاتي معجزة وفي الردى لذاتي واجعل الأحسن في عاداتي وبيباها جملة السادات عدل وأكتب لوجهي كما أردي بالمباح نعم كما ديني حب الله محبوب رسول عليه تسليمه مع كل رسول ديني حب الله محبوب رسول عليه تسليمه مع كل رسول ربي اطرح من لا يسأل عجبا يغفر لي فيه جميعا نجبا
سبحان